المنطقة من أهاليها، هذا الشيء لا نقبله. إذا سقطت محافظة الحسكة فإن آخر قلاع الثورة السلمية في سوريا ستسقط. نحن ثورتنا هي ثورة حرية وثورة كرامة وثورة من أجل إسقاط هذا النظام. نحن نقول وننسق دائما مع كل الأطراف السورية من أجل إسقاط هذا النظام المجرم، لكن أن يشرد أهلنا وأن تحتل مناطقنا، ليست مناطقنا بالمعنى الكردي، أنا أقول بالمعنى الإنساني. هذه المناطق عندما تحتل ويأتي غرباء ويدخلوا إلى هذه المناطق سوريون. نعم، نحن الأكراد نقول نحن سوريون بامتياز وسوريون ووطنيون بامتياز. هناك الآلاف من الضباط والمجندين الأكراد موجودون هنا في إقليم كردستان العراق. أنا من هنا وعلى قناة الجزيرة أطالب السيد مسعود البرزاني بأن يقوم بإرسال بالسماح لهؤلاء الضباط والمجندين الأكراد السوريون بالدخول إلى هذه المنطقة وحماية أهاليها. هذه المنطقة ستباد عن بكرة أبيها إن بقي هذا الجيش موجودا. الثورة هي ثورة كرامة وليس ثورة تهجير السكان، ليست ثورة قمع للناس، ليست ثورة احتلال للمناطق. نحن نقول أننا نحن من نحمي منطقة، لا نتدخل بشؤون محافظة إدلب لأنهم هم الأدرى، ثوارها أدرى، فبالتالي ثوار الأكراد أدرى بمناطقهم، أدرى بشؤونهم. إذا كانوا سوريين بحق بنظرة هؤلاء الناس إذن فليحرروا مناطقهم ما داموا سوريون، مثل ما حرر إدلب مناطقها ومثل ما حررت جبل الزاوية مناطقها من الثوار حرروها، فليحرر الأكراد مناطقهم أيضا. أليسوا سوريون؟